السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل مع بعض البوك الصغنن القمر ده او المحفظة دي او زي ما بتسموه. هنشتغلوا مع بعض، هو سهل خالص وبسيط جدا. هيبقى آه حلو ومناسب لهدايا عيد الام للمدرسات. هيبقى حلو، هدية ظريفة لصاحبتك، حاجة بسيطة كده في شنطتك. جميل تحطي فيه بواقي الفلوس، وتحطي فيه البطاقة، كارنيه، يعني اي حاجة ينفع، محفظة عادية. ماشي اهو. نسمي بقى بالله كده ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. وليس امرا لو مش مشتركة يا بنات في القناة تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسيش اللايك لان اللايك بيدعمني وبيرفع الفيديو. تمام، نبدأ بقى مع بعض. احنا هنشتغل بخيط مكرمية قطن. الخيط ده حلو قوي وسهل وسلس في شغله. اشتغلت بيه قبل كده على القناة كذا مشروع وكذا شنطة. هنشتغل بيه بقى النهاردة المحفظة دي. الخيط ده يا بنات من جروب ناهد حمدي، وخلي بالكوا كويس جدا علشان في نازل في الفترة القريبة. حتى انا قلت في الريفيو بتاع الخيط ان نازل منه الفترة الاخيرة من بيور خيط مغشوش او مضروب مش الاصلي. فخلي بالكوا وانتي بتجيبيه ان هو يكون من مكان موثوق منه. نسمي بالله ونبدأ مع بعض. هنشتغل باللون الأحمر. وهشتغل بإبرة مقاس 3. تمام كده. أول حاجة هنعمل عقدة البداية، واشتغل 16 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اشتغلنا مع بعض 16 غرزة. بعد كده هشتغل سلسلة ارتفاع. هسيب اول غرزة من الابرة وادخل في اللي بعدها واعمل غرزة حشو. كل الغرز هشتغل فيها غرزة حشو. هخلص الغرز كلها غرزة حشو على السلاسل وارجع لكم في كل غرزة. بعد ما خلصت فوق كل غرزة سلسلة غرزة حشو، هطلع سلسلة ارتفاع. خلي بالكم يا بنات سلاسل الارتفاع غير معدودة. بلف الشغل يعني ايه غير معدودة؟ يعني مش من الغرز بتاعتي، مش من ال16 غرزة. وهاجي في اول غرزة واعمل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها على طول دي انا مش هشتغل هنا، مش هشتغل غرزة حشو هنا، هشتغل غرزة حشو عميق. يعني ايه عميق؟ يعني في الغرزة اللي تحتها. بدل ما اشتغل هنا هشتغل في الغرزة اللي تحتها حشو. اسمه حشو عميق. ليه عميق؟ علشان بنزل للعمق، بنزل للغرزة اللي تحتها. اهو بنزل للغرزة اللي تحتها واسيب ايدي كده شوية واعمل غرزة حشو. اللي بعدها بعمل حشو عادي، واللي بعدها عميق، غرزة حشو عميق، وهكذا. كل غرزة هعمل غرزة حشو اهي، اللي بعدها عادي واللي بعدها عميق، وهكذا لنهاية السطر. بس في حاجة لازم ناخد بالنا منها. ايه هي؟ احنا بنبدأ بغرزة حشو وبننهي بغرزة حشو. طيب افرض الغرزة اللي قبل الأخيرة جت غرزة حشو، اللي بعدها هيبقى حشو عميق.
لا، الغرزة اللي قبل الأخيرة لو جت غرزة حشو اللي بعدها برضو هتبقى حشو. تمام، دي عميقة اهي، اللي بعدها غرزة حشو عادي، واللي بعدها غرزة حشو عميقة، بعد كده جينا فاضل غرزتين، وانا عملت دي عميق، اللي بعدها يبقى حشو عادي زي ما قلت لكم. اللي قبل الاخيره كده هي حشو عادي، الاخيره هعمل ايه؟ حشو عميق؟ لا، حشو عادي برضو. تمام كده. بعد كده هطلع سلسله ارتفاع والف الشغل، وفي اول غرزه زي ما قلت لكم، اول غرزه واخر غرزه بتبقى ايه؟ بتبقى غرزه حشو عادي، حشو اهي. طيب اللي بعدها كده كده انتوا كنتوا فاكرين الغرزه اللي قبل الاخيره كانت حشو والاخيره كانت حشو، اذا هنا احنا عملنا خلاص اول غرزه هنا حشو، التانيه كانت حشو عادي، هيبقى تحتها فوقها ايه؟ مش حشو عادي، لا حشو عميق. تمام، فانا هشتغل فوق الحشو العادي حشو عميق، غرزه حشو عميق اهي، واللي بعدها حشو عادي. هنعكس بقى، تمام، يعني فوق الحشو العميق هنعمل حشو عادي، ماشي، ودي الحشو العادي اهي نعمل فوقها حشو عميق، وهكذا بقى لنهاية الشغل بتاعي. هو ده كل الغرزة بتاعتنا، غرزة حشو عادي اهي، واللي بعدها حشو عميق. طيب هفضل اشتغل كده كام سطر؟ هشتغل لغاية ما القطعة دي يوصل طولها معايا، يعني هفضل اشتغل كده اطلع بالطول لغاية ما القطعة دي يوصل طولها معايا من 18 ل20 سنتي، من 18 ل20 سنتي. فانت وارد عشان سمك الخيط، تمام، عشان سمك الخيط لو انت بتشتغلي بخيط مختلف عن الخيط بتاعي، السمك مختلف، خدوا بالكم بيبقى فيه في الخيط اللي سمكه رفيع، في الخيط اللي سمكه اتخن، تمام. فده اللي انا شغاله بيه متوسط السمك، فعدد السطور هيختلف، مش عايزه اقولك عدد سطور هيختلف من عندي لعندك. هخلص واحنا بنقيس الطول هنقيس لكم العرض كمان علشان تعرفي انت العرض القطعه معاكي قد ايه. وصلنا هنا الغرزه اللي قبل الاخيره غرزه حشو عادي، واللي بعدها برضه هتبقى حشو عادي اهي. تاني نعمل سلسلة ارتفاع، نلف الشغل، اول غرزة هتبقى حشو عادي، اللي بعدها عشان اللي بعدها برضو حشو هتبقى حشو عميق، وفوق الحشو العميق حشو عادي، واللي بعدها عميق، وهكذا بقى زي ما قلت لكم لغاية ما توصلي للطول المناسب بالنسبة لنا. هخلص واوصل للطول اللي انا عاوزاه ونرجع نقفل مع بعض المحفظة ان شاء الله. بعد ما وصلت هنا للطول يا بنات، طبعا انت حابه تكبري، لو انت حابه مقاس المحفظه او مقاس البوك يكون اكبر براحتك، انت كبري، هتكبري في العرض وفي الطول، ماشي. فانا وصلت هنا للطول بالنسبه لي زي ما قلت لكم من 18 ل20، من دلوقتي 18 ونص، تمام. العرض بقى عندي كام؟ 10 سنتي ونص تقريبا، 10 ونص. بعد كده انا وصلت كده الطول ده مناسب بالنسبه لي، تمام. هطلع سلسله ارتفاع واشتغل 4 غرز، ادي 1، 4 غرز حشو عادي خالص، 2، 3، 4 غرز حشو عادي، ما اشتغلناش بقى الحشو العميق، تمام. بعد كده هشتغل كام سلسلة؟ انا اشتغلت هنا 4 وهشتغل في الحرف هنا 4، يبقى كام؟ يبقوا 8 ناقص 16 سلسلة اللي احنا اشتغلناهم اصلا في البداية، يتفضل معانا كام سلسلة؟
8. انا هشتغل دلوقتي كده 8 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. وهسيب ال8 غرز تحت. 1 2 3 4 5 6 7 8. وهدخل في الغرزة التاسعة واعمل 4 غرز حشو اللي ابتديت بيهم او اللي هم هيبقى باقيين في السطر. 1 2 3 4 اهي. بعد كده هطلع سلسلة ارتفاع والف الشغل واشتغل فوق ال4 غرز حشو دول 4 غرز حشو برضو. ادي 1 2 3 4. بعد كده احنا كنا سايبين هنا 8 سلاسل. هدخل في قلب الفراغ كده اشتغل 10 غرز حشو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلت فوق فراغ السلاسل 10 غرز حشو. اظبطيهم كده بايديكي. بعد كده هشتغل فوق ال4 حشو بتوعي اللي باقيين 4 حشو. 2 3 4 اهي. بعد كده هلف الشغل بتاعي على طول وهدخل. مش هعمل سلاسل ارتفاع، هدخل في اول غرزة عندي هنا وهعمل منزلقة. واللي بعدها بحبح ايدك عشان ايه، او ريح ايديك شوية علشان خاطر ما تلمش منك. كل غرزة هشتغل فوقها غرزة منزلقة. زي ما بقولك كده ريح ايديكي بس شوية علشان ما تلمش منك. هخلص بقى لنهاية السطر منزلقة وارجع لكم اهو يا بنات. بعد ما خلصت المنزلقة فوق كل الغرز كده انا خلاص خلصت. هقص الخيط بتاعي واسيب كده حتة صغيرة كافية كده علشان خاطر انضف فيها، انضفها جوه الشغل. ابرة التنظيف بتاعتنا او ابرة التشطيب وتنضفي كده جوه الغرز. اهو وتقطعي الزيادة. التنظيف يا بنات مهم جدا ان يكون تنظيف مظبوط كده علشان خاطر القطعة بتاعتنا تبقى حلوة. هننضف دي كمان البداية، نضفيها دي بقى تتنضف كويس جدا علشان خلي بالك دي بداية الشغل، لو فكت منك شكرا يعني الشغل بتاعك كله باظ. هنضفها بنفس الطريقة وارجع لكم اهي يا بنات بعد ما نضفتها كويس في قلب الشغل. طيب القطعة بتاعتي بقى هعمل بيها ايه؟ هتتنيها كده ماشي بحيث يبقى مقاس يعني تظبطي كده هنا كده اهي بالنظر يعني
تمام. يعني حبة دي تبقى كده، حبة تبقى اطول شوية، هتقللي هنا شوية وتطولي كده شوية، انتي وراحتك. تمام. اهي تنيتيها وظبطتيها كده. هتجيبي بقى ايه الابره بتاعتك اللي احنا لسه كنا بنشطب بيها، وتلضمي حته من الخيط. عندك خيط شفاف تخيطي بيه، تمام، نفس الخيط اللي انتي شغاله بيه براحتك. حتى لو عندك خيط خياطه احمر وهتخيطي الاجزاء الجنب براحتك، اي خيط ينفع تخيطي بيه. ضمت جزء اهو. هتمسكي البوك بتاعك او المحفظه بتاعتك كده وتخيطي. تدخلي هنا كده عند اول غرزه كده اهو، الجزء ده احنا هننضفه في الاخر. تسيبي حته كده عشان ايه تتنضف، تأمني بها غرزك. غرزه تثبيت كده في الاول عشان لما تشدي دي ما تطلعش معاكي، وغرزه بقى قدام غرزه وتلقطيهم مع بعض. غرزه قدام غرزه، خياطة عادية جدا يا بنات. هكمل بقى الخياطة دي هنا كده للنهاية، واخفي خيطي وارجع اوصل هنا اخيط دي كمان، هخيط الجنبين وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما خلصتها اهي يا بنات وخيطتها زي ما انتوا شايفين كده اهي المقاس بتاعها. طيب حابه تركبي لها بقى انتي مثلا كبسونه هنا ماشي، في النص كده ماشي تمام براحتك. بس انا هعمل زي صوره الموديل الاصلي، انا هنزلكوا صوره الموديل الاصلي. هعمل سلسله. السلسله دي كام سنتي؟ هي تقريبا 60 سنتي لان احنا بنشتغل بيها مجوز. هي كام عددها؟ كام سلسله؟ هي 100 سلسله. هشتغلهم طبعا ورا الكاميرا. هشتغل دي بتاعت المحفظه الاولى اهي، هشتغل انا 100 سلسله وارجع لكم تاني اهو يا بنات. بعد ما خلصت السلاسل تمام بتنيها كده. سلام بقى لو عندك مثلا خرزة، الخرز اللي هو الخشب لو موجود تركبيها هنا يبقى شكلها حلو قوي. هو انا عندي بصراحه بس مش عارفه هو فين، يعني مش عارفه انا حاطاه فين، فمش مشكله. تظبطي بس الفتله بتاعت البدايه كده تخلي شكلها حلو. ممكن تعملي لها شرشوبه صغننه برضو بالخيط الديفا يبقى برضو شكلها حلو قوي. كل دي بقى ايه سايباها لخيالك انتي والابداعك. تمام اهو. بعد ما خلصناه وقفلناه كده، والسلاسل اللي انا عملتها قلت لكم هي طولها 60 سنتي وهما 100 سلسله. تانيتها بالظبط مجوز. هتدخليها من هنا من جوه فتحه لبره اهو، وتلفي الجزء ده كده وتدخليه من هنا اهو تمام كده اهي، واتقفلت
المحفظة بتاعتنا او الشنطة او البوك او زي ما يكون. ممكن بنفس الطريقة دي بالظبط تعملي شنطة وتشيليها في ايديكي كده، تبقى زي كلاتش كده، او وتعملي لها كمان سلسلة وتتقفل بنفس الطريقة دي، شكلها ظريف جدا. احنا عملنا الخطوات، انت بقى تقدري المقاس تعملي المقاس اللي انت حباه. بس كده انا خلصتها اهم كده، انا عملت 2 ماشي. وادي البقرة كمان لسه فيها تقريبا تلتها. البقرة الربع كيلو عملت 2 وفاضل في البقرة تلتها. ممكن تعمل واحد، يعني واحد كمان ونص. يعني هو ما بياخدش خيط خالص، الخيط اللي هو واخده قليل قوي. بس كده. شوفوا بقى لو انتوا في اي سؤال حابين تسيبوهولي في الكومنتات، ان شاء الله بامر الله اجاوب عليه. ولو في حاجه حابين ان احنا نعملها وننفذها مع بعض قولوها لي. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما امشي ما تنسوش اللايك، تمام؟ ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.